شويه وتفيد بيها نفسك. بص يا احمد، حب المذاكره في حاجات، مش كل حاجه المفروض انا بحبها ابقى انا لازم اخوض فيها، واللي ما بحبوش ما اعملوش. في حاجات احنا محتاجين ان احنا يعني نركز فيها لان ده واجب الوقت. كان ايه اكتر حاجه اقبل بيها على الله وتبقى عباده فعلا قويه جدا وربنا يقبلني؟ واجب الوقت. الوقت دي العباده اللي موجوده، صلاه قوم صلي. واجب الوقت اذاكر وانا طالب وانا افرح ابويا وامي، بر وتبقى مسلم ناجح وتبقى تعدي من عنق الزجاجه، و15 سنه يعني ثالثه اعدادي، يعني خلاص كلها شهرين والامتحان الاخير يجي. ازاي ابقى متفوق؟ ما يبقاش يا اختي شفت الواد ده بتاع الواد ده اللي كان صلى في المسجد مره مثلا مش عارفه من اسبوع، شوفي ما نجحش. لا، انا مسلم ناجح ومتفوق لنفسي ولله سبحانه وتعالى يرضى عني، والبر لابويا والام. احنا بنقول احب المذاكره ازاي؟ نظم وقتك. اذاكر ازاي؟ اجبر نفسك، اشرط على نفسك. اجبر على نفسي مش بس يعني معلش يعني مش بس موضوع انا هقعد بقى لا 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 لا، قسم زي ما قلنا. تنظيم الوقت ده، في حاجه اجمل من تنظيم الوقت يا احمد اسمها اداره الوقت. اداره الوقت انا هي النص ساعه، هم ال 24 ساعه اجيب زياده منين؟ هقول لك تعمل ايه. قسم المواد زي ما قلنا، وكل ماده ربع ساعه وخمس دقائق، ربع ساعه وخمس دقائق او ثلث ساعه وخمس دقائق. المخ ما بيقبلش اكتر من كده، تصدقوا؟ المخ ما يقدرش يستوعب اكتر من كده. احط نص ساعه، ربع ساعه وخمس دقائق، اقوم اشرب ميه، اقوم ابعد عن الموبايل، اقفل كل وسائل، اقفل انستا، الابس كلها اقفلها، وابتدي ان انا اركز. اعمل ايه؟ ادي الكتاب، ده الكتاب ده كبير قوي، ده 400 صفحه ولا ايه ده؟ الابواب دي مش عارف والله. تصفح كده واقرا البتاع، ده كتاب اسمه بيوت منوره، تمام. افتح اول صفحه، اول صفحه بتقول ما اعرفش ايه الباب الاول. اجيب القلم الفسفوري الاخضر اعلم على العناوين الرئيسيه، والقلم الفسفوري الاحمر اعلم على العناوين الفرعيه، واقرا مره كده بالقلم كده تحت الكلام تحت الكلام تحت الكلام تحت الكلام، اسمها القراءه السريعه. وبعدين اقلب تاني وبعدين كده، وبعدين كان بيتكلم عليه والله ما فاكر، بس كان في 3 خطوط خضراء وخطين حمر. حلو، عيد مره تانية، راحت ذاكره متوسطه الاجل. مره ثالثه طويله الاجل لو الاعاده بعد اسبوع. لو انت بتذاكر قبل الامتحان بشهر ونص او شهرين، امتياز، انا بقول لك امتياز. لكن لو انا بذاكر قبليها باسبوعين، يلا جيد جدا. اهم حاجه ان انا انظم الوقت. يبقى اخد كام ماده؟ ممكن اخد 3 مواد، نص ساعه نص ساعه نص ساعه بس. تاني يوم قراءه سريعه على الحاجات دي، وبعدين ابدا 3 مواد، نص ساعه نص ساعه نص ساعه. هتبقى ممتاز ممتاز. هتعرف. طبعا الجو اللي بيبقى قدامي مش الدنيا مفنكشه، لا، عايز احفظ، ابص على حاجه واسعه، قدامي سماء، قدامي ارض زراعيه، تمام. عايز افهم قصدي، يبقى حاجه واسعه. عايز احفظ، اقعد قدام الحيطه وانا في قدام المكتب، كذا 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 كذا. يعني اقلل المشتتات اللي حواليا. الموز، الاكل بقى اللي هو بيساعد، الجوز الهند، عين الجمل، الفستق، الحاجات ديت، وطبعا التمر واللبن، الحاجات ديت بتساعد على نمو عضله المخ. ادعو الله، وطبعا الدعاء، الصلاه طبعا على وقتها، وانظم وقتي على الصلاه وادعي ربنا واقول الدعاء كده في البدايه، واخلي يا امي ادعي لي، ابوس ايديك ادعي لي عشان دعائك مستجاب. ابيكم